مبروك لمصر الصعود لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ، وأول مرة من غير حسابات، وإن احنا نبقى مستنيين نتيجة الفرق التانية اللي معانا في المجموعة، وإن احنا نكون خايفين، وإن احنا نكون عايزين نكسب 5 عشان الفرقة التانية تتعادل 3-3 ونصعد بفرق الأهداف، أو نستنى إن احنا نكون في الملحق، او نستنى ان احنا لازم نلعب الماتش الفلاني ونكسبه بعدد معين من الاجوان ولا ما يدخلش فينا اجوان. صعود سالك كده، صعود سالك. وطبعا يحسب لكابتن حسام حسن اول يعني شخص مصري يلعب كاس عالم ويصعد بالمنتخب لكاس العالم. الف طبعا مبروك لمنتخب مصر، الف الف مبروك لمنتخب مصر. عندنا مشاكل كتير وعندنا اخطاء كتير، بس خلينا الاول نبارك للجهاز الفني وللعيبه. اللعيبه اللي راحت 2 كاس عالم، مره في 2018 باذن الله، ادي كمان مره في 2026. اتحاد الكوره مش هنبارك له، لا اتحاد كوره ولا رابطه انديه. نبارك لجماهير مصر ان اخيرا منتخب مصر بيفرحنا بحاجه، بعد ما بنتعشم كتير قوي في البطولات الافريقيه ونوصل للنهائي وفي الاخر نخسر او نعمل اداء مشرف. نتمنى ان صعودنا لكاس العالم المره دي يبقى بجد، نروح نعمل حاجه بقى، يعني نروح نعمل حاجه، نصعد من المجموعه اللي هنبقى فيها. نتمنى المره دي بمشاركه 48 فريق، ما ينفعش ان انت ما تصعدش. طبعا لما تبقى انت بتلعب كوره بقالك اكتر من 120 سنه، يعني لو قلنا ان بدايه الكوره في مصر من سنه 1907 واحنا دلوقتي في 2026 او في 2025، فانت بتلعب كورة بقالك اكتر من 120 سنة وتصعد لكاس العالم بس 4 مرات. فاللي حصل ده انجاز، يعني اللي حصل ده انجاز مهما الناس حاولت تقلل من اللي عمله كابتن حسام حسن، ولا الطبيعي ان احنا كنا نصعد، ولا ياما بطولات سهلة وياما حاجات سهلة وضيعناها من ايدينا، سواء كان منتخب مصر او النادي الاهلي. فان احنا صعدنا كده بسهولة، نتمنى باذن الله ان زي ما الصعود كان بسهولة ان احنا نقدر نعمل بقى اداء مشرف بجد في كاس العالم. مش هحلم واقول ان احنا ناخد كاس العالم زي الواحد ما بيحلم مع النادي الاهلي، لكن على الاقل خالص يعني دور التمانية بقى، دور التمانية. انت امتى كان السكواد بتاعك بالشكل ده؟ ماشي، اللعيبه بتاعت الجيل الذهبي 2006 2008 2010، ابو تريكه وبركات ومتعب وعمرو زكي ومحمد زيدان واحمد حسن ومحمد شوقي والكلام ده، كانوا كلهم لعيبه وكانوا كلهم حريفه وكل حاجه، بس ما كانش فيهم لعيبه بتلعب في المستوى اللي عندك لعيبه بتلعب فيه دلوقتي. انت عندك الهجوم بتاع المنتخب بتاعك كله محترفين بره، يعني عندك مصطفى محمد ننت، عندك محمد صلاح في ليفربول، عندك عمر مرموش بيلعب في مانشستر سيتي. طب عايز ايه؟ يعني عندك هجوم يعني قريب ان هو يبقى هجوم منتخب انجلترا. خط الوسط بتاعك برضو مش وحش، الدفاع بتاعك عنده مشاكله. كل اللي انت محتاجه ان انت عندك يبقى عندك خطة وعندك عزيمة وعندك روح وعندك هدف، ان انت مش رايح تتدلع، ان انت مش رايح تنزل في الفندق بتاع الممثلين، ان انت مش رايح عشان خاطر تجامل ولا عشان تعمل شوبينج ولا عشان تتصور، ان انت رايح في مهمة استخباراتية، مهمة للجيش المصري، مهمة عايزة رجولة، مهمة ان انت رايح ترفع اسم بلدك. احنا بنفرح بأي حاجة إيجابية لمصر، يعني أي حد وأي شخص وأي حاجة بتطلع اسم مصر وتحطه في مكانة مميزة احنا بنفرح بيها. يعني الواحد لو حبه للأهلي في جزء منه كده انه بيشرف البلد، انه بيشرف مصر، ان دايما اسم مصر بيتذكر في المحافل الدولية الرياضية المتعلقة بكرة القدم بسبب النادي الأهلي. عايزين المنتخب يعمل كده، عايزين نصعد، صعدنا كاس العالم الحمد لله، عايزين بقى نروح نتخطى فكرة الأداء المشرف اللي عمرنا ما عملناه قبل كده. أصل أنت لما تبقى شاركت 3 مرات قبل كده مفيش ولا مرة كسبت ماتش واحد، واحد ربنا، فأنت ما حصلتش سيرة الأداء المشرف. الأداء المشرف ده بس اللي هو إيه؟
انت غلبت ماتش وتعادلت ماتشين فللاسف ما صعدتش مثلا، يعني عشان كنت في مجموعه صعبه، ولا التاني من المجموعه صعد عليك بفرق الاهداف، فساعتها نقول ده اداء مشرف وحظنا كان وحش، حكم ظلمنا بتاع. لكن لما تروح في 3 نسخ، ومع اختلاف الاجيال يعني والفترات، من ما بين النسخه بتاعت 34 ونسخه 90 ونسخه 2018، وفرق اللعيبه والمدربين وفرق كل حاجه وفرق الكوره نفسها، لما في ال3 مرات اللي انت رحت فيهم ما قدرتش تكسب ماتش، فلا، اخر نسخه تطلع بصفر. انا عارف ان احنا المفروض في جو احتفال وكده، بس انا دايما بحب البس النضاره السوداء عشان ما تعشموناش وتعشموا ال 120 مليون ولا ال 110 مليون، وفي الاخر يطلع عشاننا ده على الفاضي. مش مستحملين والله، وظروف يعني ظروف المصريين مش مستحمله، والوضع مش مستحمل، مش مستحملين اللي هو نقعد برضه نعمل حسابات، يعني زي حساباتنا كده مع الاهلي في في كاس العالم. الاهلي تعادل ماتش واسمه ده واتغلب ماتش، طب نشوف بقى الماتش اللي بعده اللي هو احنا نغلب بورتو، وانتر ميامي يغلب فلومينينسي، ولا الفريق ولا فلامينجو، ولا الفريق البرازيلي اللي كان معانا، وفرق اهداف مش عارف كام عشان خاطر نصعد تاني. حسبة مش عايزين ندخلها. يعني لو ناويين تروحوا كاس العالم وتتعبونا معاكم، اتغلبوا اول ماتشين عشان ما نتفرجش على التالت دغري، ويبقى اداء زي الزفت من اول ماتش. ما تعشموناش والله، الشعب المصري في الكوره مع المنتخب مش عايزين نتعشم. افتكروا كده في 2019 لما كان منتخب مصر بيلعب كاس ومفيش جمهور في الاستاد، ومنتخب الشباب بيلعب في كاس كاس الامم الافريقيه للشباب، والاستاد على اخره، والشباب الصغيرين خدوا البطوله. الشباب الصغيرين اللي خدوا البطوله دول هم دلوقتي اللي بيلعبوا في منتخب مصر، هم دلوقتي اللي بيلعبوا وهيحضروا كاس العالم 2026. نتمنى ان انتوا تعملوا حاجه تشرفنا، نتمنى ان احنا نركن الفلوس والمصالح الشخصيه ونركن الاعلانات والدعايه، وان احنا نسجل فيديو الاعتذار قبل ما نشارك في البطوله اصلا، عشان خاطر اول ما نخسر نروح نازلين بيه على طول. الفيديو بتاع بيبسي لو انتوا ناسيين، انا فاكر. العبوا برجوله، العبوا لتيشيرت منتخب مصر، العبوا لبلدكم، والله العبوا عشان تحترفوا. يعني انت بتلعب في كاس عالم، فالعالم كله بيتفرج، فانت لو كويس هتحترف وهتاخد فلوس زياده وهتطلع في اعلانات وهترجع تتشرط على النادي بتاعك تقول ان انت عايز تغير عقدك. هيبقى في حاجات كتير، يعني الحلو كتير، بس من جد وجد ومن زرع حصد. فانتوا محتاجين ان انتوا تعملوا حاجه الاول عشان تخلونا نهتم ان احنا نتفرج ونهتم ان احنا نشجع، وعشان ترفعوا وتشرفوا اسم بلدكم. بلاش استعباط، نقدر والله نعمل حاجة، بس حطوا بلدكم قدامكم، وحطوا ال 120 مليون قدامكم، واعملوا او اعرفوا ان انتوا بتعملوا حاجة هتتكتب في التاريخ. وان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا في اللي جاي. فكل التمنيات لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقية انه باذن الله يعمل حاجة كويسة وحاجة قوية جدا تشرفنا، وكل التوفيق والامنيات لمنتخب مصر في كاس العالم في امريكا ان شاء الله، ان احنا نعمل بطولة تاريخية لا تنسى، تبقى فخر للمصريين على مدار السنين اللي جاية كلها. وطبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في البطولات اللي هشارك فيها الفترة الجاية. اشوفكم على خير بقى باذن الله بعد ماتش الاهلي الجاي، والسلام عليكم.